تخريج أحاديث فضائل أهل الشام. ودمشق. افتح ما شاء الله، يعني أظن عمره فوق 50 سنة هذا الكتاب. ليكا دمشق 1379، مطبوعة جدا، يمكن أول نسخة هي. شوف الورق تبعه. إيه سبحان الله. ورجينا الصفحة الأخيرة إذا فيه كمان طبعة، آخر الصفحة. أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني، آخر الجلدة من وراء. سبحان الله. هي اليوم طلعت من دار آل عرعور. وفي كتب كمان لعمي نزار الله يرحمه. في هي بطبعة عمي نزار حتى طابع عليها اسمها. ايوه سبحان الله. مجموعة فتاوي الشيخ أحمد بن هذا الإسلام تيمية. أحمد بن تيمية، نزار بن محمد عرعور. سبحان الله. طبعا هذا جزء بسيط من اللي طالع من الداخل، نورجيكم على الكتب بالداخل الآن. ما تفرجوا هيك، لا اشتغل. شوفوا هاي الكتب كلها كانت مدفونة إعدام إذا حصلوها، طبعا بسبب الظروف كلها نسخ قديمة وكتب صارت مخطوطات. سبحان الله. هي أحاديث الصحيحين محمد ناصر الدين الألباني. 1961. طبعا هذه الدار كان ينزل فيها الشيخ محمد ناصر الألباني عند الوالد، لما ينزل حما ينزل يستقبله فيها، كلها هي كتبه. فكان دائما يعني أول بأول كتبه موجودة هون أغلبها. إن شاء الله تعالى هيك ولاد العم هون يرتبوها وتكون بمثابة متحف. في كتاب صفة صلاة النبي. صفة صلاة النبي، نعم. وينه؟ هون بقى شوف وين صار. هاد لحاله تهمة كان لحاله. هو شيخ تهمة. الألباني تهمة، شيخ ابن تيمية تهمة. كتاب صغير يعني لا يتجاوز 100 صفحة. نعم. طبعا هذه كلها نسخ. شوفوا هي طبعة 1382 هجري. دير بالك ما يكون في شيء كتب تحتها. لا ما في شيء. لا هون هذا في كتاب، في كتب لسه بس مع ظرف الرطوبة. ايه هذه اغلبها يعني شايف في كتب لسه موجودة آثار بقايا. هذا كتاب بسم الله. ليه.